واحنا لسه مكملين. مصر النهارده في ايد امين، واخدانا للبر بامان. اصرارنا بيزيد كل يوم، وفي اي وقعه اوام نقوم. راهبنا ضد الموج نعوم، عدينا وكسبنا الرهان. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حدوته مصريه. اولى فقراتنا اليوم عن اخبار الدوله المصريه على الصعيد الدولي والمحلي والعالمي. كاميرا حدوته مصريه تجولت النهارده في ربوع مصر، لقطت لكم لقطات مضيئه. تعالى النهارده نشوف لقطاتنا المضيئه. غزة رمز الصمود، فلسطين عربية رغم أنف الحاقدين. القضية الفلسطينية تجد من يدعمها. الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه دعم القضية الفلسطينية. فلسطين وغزة رمز الصمود. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. كاميرا حدوته مصرية لها لقاء مع أحد القيادات الشبابية، السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني المتواجد في القاهرة، لنعرف ما يدور داخل جدران غزة وما يحدث في فلسطين. موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك
سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماء، تبلغ السماء موطني موطني. معنا الأستاذ محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني المتواجد في القاهرة. أهلا بك يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا فيك. عايزين نعرف دور الشباب الفلسطيني في القاهرة، وعايزين نعرف أهم المعوقات اللي بتواجه الشباب الفلسطيني في القاهرة. اولا يعني بدنا نترحم على شهداء فلسطين ونتمنى الشفاء لجرحانا. الشباب الفلسطيني في القاهرة بتعرفوا انه يوجد جالية لا بأس بها من ابناء الشعب الفلسطيني الموجودة في جمهورية مصر العربية. التنسيق الدائم مع اشقائنا في جمهورية مصر العربية هو بيعطي لابنائنا الدور مهم بالتسهيلات اللي عم بتصير. احنا كمجلس اعلى للشباب الفلسطيني عم بنقوم بعمل شراكات مع عدة مؤسسات منها حكومية ومنها خاصة. عم بنقوم بورشات عمل وتدريب لأبنائنا وبناتنا من أبناء الجالية الفلسطينية وطلابنا في أرض جمهورية مصر العربية بالتعاون مع عدة مؤسسات منها مجلس الشباب المصري ووزارة الشباب في جمهورية مصر. ولذلك يوجد تسهيلات كتير كبيرة احنا بالنسبة لنا كمجلس أعلى للشباب الفلسطيني في جمهورية مصر العربية. طبعا المجلس الاعلى للشباب الفلسطيني اكيد زي ما انت تطرقت في حديث عامل بروتوكولات مع مؤسسات. عايزين نعرف دور التعاون ما بين المجلس الشباب المصري مع دور المجلس الشباب الفلسطيني. شوف احنا ومجلس الشباب المصري تربطنا شراكة دائمة ويربطنا عمل دائم مشترك، وبكل صدق ما مجلس الشباب المصري دائما يفتح ابوابه لأخوانه وأشقائه من فلسطين، وبالأخص فيما يخص جميع أعضاء أبنائنا من المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني. يعني كل دورة أو كل ورشة عمل بتصير في مجلس الشباب المصري يتم دعوة أبنائنا لحضورها والمشاركة فيها. طيب ده دور التعاون ما بين المجلس الأعلى الفلسطيني مجلس الشباب ومجلس الشباب المصري. طبعا الحديث تطرق عن غزة رمز الصمود. شفنا الأحداث اللي موجودة على الساحة، شفنا المشاهد، شفنا في صمت عربي، شفنا في صمت دولي. شايفها ازاي؟ شوف للأسف الشعب الفلسطيني وخصيصا أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة. جيش الاحتلال بكل آلياته العسكرية وكل غروره بالثقة اللي كانت يعني يعتقد بأنه هو أقوى جيش في المنطقة، وتم كسر هذا الغرور من قبل المقاومة الفلسطينية. شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة من هذا الجيش من أجل محو قطاع غزة عن الخريطة. غزة تمثل جيش الاحتلال الإسرائيلي كابوس دائم، ولذلك بأي طريقة جيش الاحتلال بيحاول أنه يقوم بشطب ومحي قطاع غزة عن الخريطة يعني عن خريطة العالم مش عن الخريطة الفلسطينية. ولكن الحمد لله برغم الألم وبرغم المعاناة وبرغم المصاعب وبرغم دماء أطفالنا ونسائنا اللي عم بتصير، ولكن شعبنا صامد على أرضه. زي ما قلنا غزة رمز الصمود، زي ما قلنا الشعب صامد. عارفين ان القضية عربية وفلسطين عربية، وحتما ستعود فلسطين الى شعبها. طبعا شفنا الفكر الاسرائيلي من تهجير الفلسطينيين ومطالب بخروجهم من غزة. رؤية سيادتك في موضوع التهجير، وشايف الاحداث يمكن احداث 48 بتعود من جديد. شوف سيدي العزيز، احنا للأسف موضوع التهجير أخذ حيز كتير من الكلام والتسويق الإعلامي صدقا. احنا ما بدناش نركز في كل محاورنا انه احنا بدنا نهجر الفلسطينيين. طيب خلينا نقول لو الفلسطينيين بدهم يتهجروا، انت بتعرف انه في عدد كبير من الفلسطينيين اللي اجوا بعد الاحداث وموجودين حاليا في القاهرة وموجودين في العريش بدهم يدخلوا على قطاع غزة. عدد كبير من الفلسطينيين العالقين
موجودين على أراضي جمهورية مصر العربية بدهم يرجعوا على قطاع غزة؟ هل هذا الشعب يريد التهجير؟ ولذلك أنا من كل مكان أتحدث فيه بقول وبرسل رسالة طمأنينية لجميع الدول المجاورة لنا ومن ضمنها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بأن الشعب الفلسطيني هو من أسقط بالسابق صفقة القرن أو صفقة العار، والشعب الفلسطيني أيضا من يسقط حاليا فكرة التهجير. لن نرضى أن نكون لاجئين مرة أخرى، ولن نرضى أن نكون نازحين مرة أخرى. لن نهجر إلى أي بلد. أنا بقول وبكرر وبحكي عن كل لسان فلسطيني بأنه إحنا صامدين فوق ركامنا فوق دمائنا. فلسطين ترخص لها أرواحنا، وإحنا مستعدين نضحي بكل ما نملك في حياتنا حتى تبقى فلسطين فلسطين، لأنه هي فلسطين هي القضية العربية. بالفعل حضرتك تطرقت للحديث عن السلطة المصرية وعن الحدود المصرية. رؤية سيادتك من دعم القيادة المصرية للقضية الفلسطينية، شفت المحاولات اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة والتحرك الدولي لدعم اخواتنا واشقائنا في غزة. سيد العزيز نكون صريحين، وانا دائما بقول مصر إلها الحق بأي قرار تتخذه، ونحن كفلسطينيين مع مصر ومع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولو نظرنا يعني بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن ما يقال وأحاديث الشوارع التي نسمعها، نحن متمسكين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تهجير أي مواطن فلسطيني إلى مصر، لأنه الفلسطيني له الحق أن يبقى بأرضه. هي قضية منذ 1948 إلنا 75 سنة بنجاهد وبنحارب على هي الأرض حتى نبقى صامدين فيها. ولذلك احنا كفلسطينيين دون استثناء متمسكين ولن نتنازل عن ما تقوله الحكومة المصرية وعلى رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يهجر الفلسطينيين إلى سيناء أو غيره. وهذا قرار صائب، وأنا هذا الحديث خليني أوجهه للشارع العربي اللي عم بنتقد هذا الكلام. مصر بلد ذات سيادة ومقدرات ولها الحق بأن تقول ما تشاء. طبعا تحدثنا عن موضوع التهجير ورؤية الجانب المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني موضوع التهجير. عايزين نشوف بقى، يعني انت شايف الأحداث اللي هي موجودة اللي هي يعني أقول لك اللي هي عملت مؤشر ودقت ناقوس خطر عند الشباب المصري والعربي، وفي بلدان أوروبية اتحركت لدعم فلسطين، بالرغم ان احنا شايفين ان تسويق القضية الفلسطينية من الإعلام العربي غير جيد. هل اعمار غزة بعد الابادات الجماعية وهدم المستشفيات والمساجد والمخابز شايفها ازاي؟ سيد العزيز، احنا كنا بنحكي قبل عن موضوع اعادة اعمار غزة اللي كان اصلا ماشي على البطيء من خلال الحرب السابقة، والان غزة تحتاج الى 50 سنة حتى تعاد كما كانت للأسف. لو انتوا شفتوا ما حدث لهيروشيما، تفرجوا على الصور، راح تلاقوا ما يجري الآن في غزة أكبر مما حدث لهيروشيما. يعني أنت بتحكي عن مناطق بالكامل أبيدت في قطاع غزة. فهذا الموضوع يحتاج جهد دولي، جهد أممي، يحتاج إلى تكاتف. إحنا شوف، إحنا بنحكي، أنا بدي أحكي يعني كعرب قبل ما نحكي كدول مانحة أو كأوروبيين أو غيره، لأنه أنتم عارفين الجانب الأوروبي للأسف متحيز إلى الفكرة أو الفكر الصهيوني أو الفكرة الإسرائيلية بأنه موضوع ما يجري في غزة هو دفاع عن النفس. ولذلك احنا بدنا نقول انه لو نكتف احنا كعرب موضوع اعادة اعمار غزة، كان في صندوق لإعادة اعمار غزة، لو هذا الصندوق يتم دعمه بآلية وطريقة جيدة، فصدقني غزة بدناش نقول 50 سنة، خلينا نقول 5 سنين ممكن نبنيها. ولو حطينا ايد على ايد كلنا ووقفنا مع بعض ممكن نبنيها بسنة. احنا مش موضوعنا هلا اعادة الاعمار، احنا عندنا موضوع اهم من موضوع الاعمار، وقف الحرب. بالنسبة لنا في المرتبة الاولى وقف الحرب اهم من الماء واهم من الغذاء. ابنائنا عم بقتلوا، يعني للأسف
بأنه تم بالأمس دفن 80 عائلة من غير مجهولة الهوية. تخيل، يعني شهداء، عائلات تباد عن بكرة أبيها وتنقل أشلاء تم عائلاتها تم دفنهم وهم مجهولين الهوية. فهل هذا يعقل يا صديقي؟ نفكر أولا بإعادة إعمار أو نفكر بغذاء وأهلنا يقتلون في قطاع غزة؟ لا، احنا بدنا وقف الحرب. حدثوك عن خط برليف فكان وهم، وحدثوك عن حصار غزة فكان وهم، وحدثوك عن الجيش التكنولوجيا وأقوى جيوش العالم فكان وهم. 7 أكتوبر بالنسبة للفلسطينيين كانت ضربة أو زي ما بيقولوا المصريين غزة من غزة. احكي عن 7 أكتوبر، في ناس بيقول لك انه الفلسطينيين تورطوا بهذا الموضوع، انه احنا تورطنا. يا سيدي خليني اقول انه احنا تورطنا، ولكن احنا بلدنا محتلة وارضنا محتلة. من حقنا يكون عندنا مقاومة لو نطلق طلقة على عدونا اللي كل يوم عم بدخل احنا لغاية الفجر وجيش الاحتلال، ومنذ فترة لم يعني ما ضربش طيران في الضفة الغربية او على محافظات في الضفة الغربية. بالامس على جنين، وشفنا عدد الشهداء اللي سقطوا في جنين. يعني خلينا نقول من حقنا انه نقاوم لو باقل شيء، حتى لو ما اعتقدش انه كانت المقاومة داخلة بيوم 7 وما كانتش عارفة تتبعات هذا الموضوع. بس احنا بنقول طول ما احنا من حقنا انه نقاوم على ارضنا، ومن حقنا انه نسترجع ارضنا. وانا كفلسطيني وانا مسؤول عن كلامي مستعد اتحاسب عليه. بقول انا بطالب فلسطين من البحر الى النهر. بطلت اقول انا بدي 67. انا بطالب فلسطين من البحر الى النهر. زي ما الي حق بقطاع غزة والي حق بالقدس، الي حق بيافا وحيفا وعكا. هدول اراضي فلسطين، وحضارة فلسطين ثاني حضارة في التاريخ. ولذلك كل من يقول بأنه هذه أرض الميعاد بنقومهم لا، هذه أرض أخذت فيها وعد مشؤوم. حدا أعطاكم وعد وهو مش من حقه، لأنه أنتم كنتم مشردين في دول العالم. إحنا للأسف الشعب الفلسطيني، وبدي أضل أكرر في كل كلمة وفي كل مكان بحكي، الشعب الفلسطيني فيه مقاومة وفي فصائل وفي تنظيمات، واحنا بنفتخر انه احنا بننتمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لانه هي الاساس وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وكل من هو فلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. سيدي حتى لو كان في فصائل مش منطوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، واحنا ما بنقدر ننقلها وما بنقدر نقول انها ما بتمثلنا. لا، انا بيمثلني كل من يقول عن نفسه فلسطيني وهويته فلسطينية فهو يمثلني ويمثل مجلس الاعلى للشباب الفلسطيني. طبعا عايزين نعرف دور الشارع العربي ودور جامعة الدول العربية ودور السلطة الفلسطينية فيما يحدث في غزة. خليني اجي من السؤال الاخير. احنا يعني خليني اوضح شغله كثير مهمه بتم التفاعل فيها بالفتره الاخيره. بقولوا اين حركه فتح من ما يجري في قطاع غزه؟ بقول حركه فتح هي من خلقت المقاومه الفلسطينيه وحركه فتح هي ام الكفاح الفلسطيني. ولكن الجميع يعلم انه حركه فتح لا تمتلك سلاح في قطاع غزه منذ تولي حركه حماس زمام الامور في قطاع غزه. فحركة فتح لا تمتلك، وأنا بقول لو حركة فتح تمتلك سلاح في قطاع غزة لوجدتها قبل حماس مقاومة وأكثر. أنا قلت إنه الشعب الفلسطيني عمره ما بنكر خير أحبابه وأصحابه وأهله اللي بوقفوا معه، وإحنا بهمة قوية وعزيمة قوية من الناس اللي عم بشوفها. الشارع العربي الحركة وتحركه كان أقوى من الزعامة العربية، والشعب العربي بدون استثناء في كل الدول العربية التي خرجت هبة لنصرة أخوانهم في قطاع غزة وهتافاتهم بكل صدق احنا بنتمنى تضلها متواصلة حتى يقدروا يوصلوا صوتهم للعالم، حتى توقف هاي الحرب عن قطاع غزة. تركت مصر
والأردن هم اللي قاعدين عم بيحكوا بالفترة الأخيرة في موضوع وقف الحرب وموضوع الهدنة وموضوع المساعدات. أنا دائما بطلب وبناشد الحكومة المصرية والأردن أنهم يكثفوا اتصالاتهم وتواصلهم مع أمريكا ودول أوروبا والدول العربية اللي في منها جزء للأسف يأخذ القيلولة، أنه يكثفوا هاي الاتصالات حتى يتم وقف الحرب وقتل أبنائنا. حرب صارت على أوكرانيا أقيمت الدنيا ولم تقعد من كل العالم بالفعل. فهل داخلين على 8000 وما أكثر شهيد، أكثر من نصفهم من الأطفال ومن النساء، لم يستطيعوا أن يسكتوا العالم؟ دايما اي حروب او اي مشاكل او اي ضغوط او اي قضيه بيبقى لها مطالب الشعب الفلسطيني ومطالب المجلس الاعلى للشباب الفلسطيني من اجل الاغاثه ومن اجل عوده غزه. تخيل انت موضوع المستشفيات، الان عدد كبير من المستشفيات غير المستشفيات التي استهدفت واقفه عن العمل لانه ما فيش عندهم ادويه، ما فيش عندهم سولار يشغلوا مولدات الكهرباء، وغزه اصلا تعاني من موضوع قطع الكهرباء حتى من قبل الحرب. المطلب الرئيسي قلنا انه يجب وقف الحرب فورا. والمطلب الاخر انه بدنا تركيز من اخواننا اللي عم بتدخلوا في موضوع الاغاثه، يتم التركيز شوي على موضوع الادويه والنفط صدقا، لانه غزه بحاجه، مستشفياتنا بحاجه للادويه، ومستشفياتنا ايضا كمان بحاجه للنفط حتى نقدر نشغل فيها مولدات الكهرباء. انت بتعرف انه في اقسام خداج للاطفال في المستشفيات وتم وقف عنها الكهرباء، وفي اطفال من الخدج استشهدوا من اجل هذا الموضوع. هذا اهم ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، وهذا ما نناديه، وهذا احنا كمجلس اعلى الشباب الفلسطيني ما نطلبه من المجتمع الدولي ومن جميع المؤسسات. واحنا في دورنا مع مجلس الشباب المصري لهم مجهودات مباركه اللي متواجدين دائما على معبر رفح، اللي عم بيحاولوا يقدموا اكبر عدد من موضوع الاغاثه لاخوانهم واهلهم في فلسطين. واحنا ايضا مع مجلس مؤسسه الاغاثه والطوارئ كمجلس شباب فلسطيني ايضا بنقدم دعم لابنائنا من ابناء الشعب الفلسطيني. وعلى فكره كمان بدناش ننسى يعني اخواننا واحبتنا في جمهوريه مصر من الطائفه المسيحيه، يعني اللي قدموا كمان دعم لاخوانهم واهلهم ابناء الشعب الفلسطيني، واخص بالذكر يعني الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اللي بترأسها الأب فيلبس عيسى. يعني أنا كنت سعيد جدا حتى بالصلوات اللي أقاموها من أجل أبناء الشعب الفلسطيني. وسمعنا حتى في مصر مكبرات والصوت من الجوامع التي تعلي الله أكبر نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني. هذا اللي احنا بنطلبه، نطلب من الجماهير العربية تكثف وتعلي أصواتها من أجل وقف الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة اللي عم بيمارسها جيش احتلال متغطرس، جيش صهيوني. استاذ محمد بركات، كلمة أخيرة للشعب العربي والشعب الفلسطيني والشعب المصري وأنت على شاشة قناة القاهرة في برنامج حدود المصرية. أنا ما بدي أقول إلا كلمة واحدة، بنقول إن شاء الله سنصلي جميعنا في القدس عاصمة دولة فلسطين وهي محررة، وسيأتي يوم من الأيام إن شاء الله كما كان يرددها ويقولها الشهيد ياسر عرفات، سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، يرونها بعيدة ونراها قريبة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا للأستاذ محمد بركات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني المتواجد بالقاهرة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لكم. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في
وتمسح الحزن عن المساجد. النهارده لا حديث داخل أروقة الشارع المصري إلا عن الاقتصاد. معانا أستاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال جامعة الإسكندرية الدكتور سيد الصيفي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده في ضيافه احد الكوادر التعليميه الكبيره بجامعه الاسكندريه معنا الدكتور السيد الصيفي استاذ الاستثمار والتمويل وعميد كليه التجاره جامعه الاسكندريه. اهلا بيك يا دكتور سيد. اهلا بيك يا استاذ احمد وكل فريق العمل اللي معاك. دكتور سيد، في بدايه حوارنا وانت طبعا من الكوادر التعليميه الكبيره اللي هي موجوده طبعا على الساحه ولها اسم طبعا باع طويل، الدكتور سيد الصيفي يمكن له باع طويل في موضوع الاستثمار وموضوع التمويل. بنقول في الحقيقه ان الحمد لله احنا يعني عدينا بازمات كتيره طحنت الدول، الحمد لله احنا واقفين على رجلينا كمصر، والقادم احسن. القادم اللي هو بيقول ان بحلول 2030، وده مش كلامي انا، بحلول 2030 دوله مصر سوف تكون رقم 7 على مستوى العالم. دولة مصر اللي بتعاني دلوقتي دي الدراسات بتؤكد هذا الموضوع، ومكاتب أمريكية مش حتى مصرية بتقول الحقيقة تغير الخريطة السياسية والاقتصادية بتاعت العالم كله. هتبقى دولة الصين هي نمرة 1 بناتج محلي إجمالي 64 تريليون. هتبقى دولة الهند نمرة 2 بناتج محلي إجمالي 46 تريليون. هتبقى الولايات الأمريكية بناتج محلي إجمالي 31 تريليون. هتيجي في 4 إندونيسيا، 5 تركيا، 6 البرازيل، مصر رقم 7 بناتج محلي إجمالي قدره 8.2 تريليون. أنت هتيجي مصر متفوق على مين؟ متفوق على روسيا، متفوق على اليابان، متفوق على ألمانيا. دول ال10 اللي هيقودوا العالم بحلول 2030. احنا الفترة الصعبة دي ان شاء الله هنعدي، احنا عندنا حاجات كتير جدا. طيب احنا ايه اللي مخوفنا دلوقتي؟ اللي مخوفنا الصراحة عندنا 3 مشاكل كبار. عندنا تضخم عالي. التضخم العالي ده الدولة بتجري جارية لتخفيض التضخم. التضخم العالي غالي الحمد لله شغالة في الاستثمار الزراعي جنبا إلى جنب مع الغاز واكتشافاته، مع البترول واكتشافاته، مع الذهب واكتشافاته. جنبا إلى جنب مع الاستثمار الزراعي بيتم حل مشكلة الغذاء. إن شاء الله بحلول 2030 إحنا مش هنبقى من مستورد القمح، إحنا هنبقى من مصدر القمح. وإحنا أول مرة السنة دي في الحقيقة ما يبقاش توريد القمح إجباري على المزارع الفلاح، أصبح اختياري. ده يدي رسالة لوحده تطمين إن إحنا عندنا قمح يكفي لشهور عديدة إن شاء الله. السلع الغذائية هتستهلك في موازنة الدولة، أو إن إحنا اللي هنصرف عليها ما يزيد عن 1.2 تريليون، وده مبلغ كبير جدا. فاحنا دلوقتي لما بنبقى نتصدر المشهد العالمي ان احنا من اوائل الناس اللي بتصدر سلع غذائيه وباسعار زهيده وبجوده عاليه جدا، والعالم كله بينتظر هذه السلع الغذائيه، ده يطمن ان شاء الله ان موجه التضخم اللي احنا بنعاني منها الان في سبيلها الى الانتصار باذن الله، وتيجي موجه التضخم تنخفض. ولو انخفض التضخم يبقى احد مسبباته القويه اللي هو معدل فائده البنوك هو كمان ان شاء الله هينزل في الفترة اللي جاية. مقصود من كلام حضرتك ان الحكومة استفادت من الدرس في الفترة الأخيرة ووقفت قدام هذا المخطط أو هذا الطريق اللي احنا نمشي فيه، بحيث ان احنا نرفع قيمة الجنيه المصري في الفترة اللي جاية وما نحملش أعباء على المواطن المصري. وده في الحقيقة لدينا من المشروعات القومية ما يكفي تماما لسداد الديون اللي علينا.
الدين اللي علينا يا استاذ احمد ما هواش دين نخض دوله، احنا دوله تريليونيه، احنا دوله نمتلك اصول اكتر بكثير مما نحن فيه. وهم دلوقتي في الحقيقه حتى عالميا بيغيروا دلوقتي نسبه الدين الى الاصول، يعني الاول كانوا بينسبوا انت عليك ديون قد ايه للناتج المحلي بتاعك قد ايه. دلوقتي بيفكروا ان هم ينسبوا الديون على اصولك اللي انت تملكها. طب اصولنا ان احنا نملكها؟ ده احنا نملك اصول كتيره جدا. احنا احد المشروعات القوميه التي تم تنفيذها واكتمالها تقريبا هو مشروع العاصمه الاداريه. تمام. ومشروع العاصمه الاداريه لو احنا خدنا بكلام فخامه الرئيس ان احنا نحولها الى شركه قابضه ويتم طرح الشركه القابضه دي في البورصه، هذه العاصمه الاداريه اقل قيمه لها وفقا للتقديرات انها تبقى 800 مليار دولار مش جنيه زي ما البعض يتصور. طيب عاصمه اداريه لم تكلف الدوله شيء وقيمتها الان 800 مليار دولار، اليس هذا المبلغ كافي من خلال شركه واحده بس تم تاسيسها انها تسدد جميع ديون مصر وتلبي احتياجات الاجيال القادمه؟ ده ناهيك عن الأفدنة المليونية التي تم صرفها، ناهيك عن حقول الغاز الحمد لله اللي بيتم اكتشافها، حقول البترول ودعوة شركات أجنبية عظيمة إنها تبدأ تيجي تكتشف بترول جديد، ومناجم الذهب اللي بتنتج كل شيء. في الحقيقة يعني الدولة إن شاء الله إحنا في عنق زجاجة، إن شاء الله لما نطلع منه نحقق النبوءة بتاعت 2030 اللي هي مؤسسات عالمية تنبأت ان احنا سنكون سابع عالم ان شاء الله. اذا حق المشروع طبعا من الشعب فاستجابت للحكومه. صحيح. دكتور سيد الصيف طبعا احنا بنشكرك على حسن استقبالك لنا وفريق عمل قناه القاهره، وطبعا احنا سعداء جدا بوجودك معانا. كلمه اخيره بقى تقولها للشارع المصري وتقولها لاهالينا، رساله كده في نص دقيقه تقول لهم بقول لهم يعني احنا كويسين طول ما احنا على قلب رجل واحد، ولا ينبغي ان نسمح للشائعات انها تفرق بيننا. احنا خلف قياده سياسيه حكيمه، خلف قياده رشيده، فينبغي ان احنا نتبع هذه القياده. وانا متاكد وحدتنا ان شاء الله هتحقق اماني المؤسسات العالميه اللي تنبأت لنا ان احنا ب 2030 احنا سابع عالم. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. انتظروني في حدوته مصريه وحدوته جديده. احنا الحضارة والتاريخ يشهد علينا، اجدادنا رسموا لنا الطريق عليه مشينا، وهو كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده. حلفين يا مصر هتبقى واقوى بينا، شفتوا بعينيكوا الانجازات ماشيين بنعمل معجزات، بعزيمة وبعزم وثبات لغينا كلمة مستحيل، بنعمر الصحراء